مجد لله دائما. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. مع ابتداء النصف الثاني من الصوم الكبير تبدأ الكنيسة تقول لنا ولما كان النهار قد بدأ يميل، وتقدم لنا معجزة إشباع الجموع. معجزة إشباع الجموع من 5 أرغفة وسمكتين، دي المعجزة الوحيدة اللي موجودة في ال4 أناجيل، بالإضافة لأحداث الصلب والقيام. عندنا متى، مرقس، لوقا، دول بنسميهم الأناجيل المتشابهة أو المتقاربة. إنجيل يوحنا بياخد طابع لوحده. ال4 أناجيل ذكروا أحداث صلب المسيح وقيامة المسيح. المعجزة الوحيدة اللي ذكرت في ال4 أناجيل هي معجزة إشباع الجموع اللي سمعتوها النهاردة. المعجزة دي موجودة في متى 14، موجودة النهاردة في لوقا 9 الإنجيل بتاع النهاردة، وموجودة أيضا في يوحنا 6، وموجودة في مرقس 6. المعجزة دي ليها أهمية لاهوتية من جهة مقدمة لسر الإفخارستية. يعني المسيح لما اتكلم مع المرأة السامرية اتكلم معاها الأول عن الماء اللي هي بتشربه لما قال لها أعطيني لأشرب، وبعد كده المسيح بدأ يتكلم معاها عن البعد الأبعد اللي هو الماء الحي اللي المسيح يعطيه للإنسان. فالنهاردة المعجزة دي ليها أهمية إنها اعتبارا إنها مقدمة لسر الإفخارستية. بس المعجزة دي في معجزة تانية شبيهة ليها موجودة في متى 15. يعني المسيح عمل إشباع الجموع من جهة الأكل، المسيح عمل المعجزة دي مرتين. المرة المشهورة بتاعت النهاردة اللي من 5 أرغفة وسمكتين، ودي موجودة في إنجيل الساعة 9 في السواعي. يعني الناس اللي بيصلوا أجبية في البيت أو اللي بيحضروا معانا صلوات الكنيسة يلاقوا دايما إنجيل الساعة 9 المعجزة بتاعت النهاردة. المعجزة الثانية عملها المسيح إن هو أشبع 4000 من 7 أرغفة وصغار السمك. المعجزة الثانية كان عدد الجموع قد إيه؟ 4000. كان معهم كم رغيف؟ 4 أخطيط، 7 أرغفة وصغار السمك. ولما جم يجمعوا الفاضل برضو في المعجزة بتاعت إشباع 4000 جمعوا أيضا 7 سلال من الأكل أو من الخبز اللي المسيح باركه. النهاردة عندنا 5 أرغفة بس المجموع أو الخبز المكسر أو بواقي الأكل اللي جمعها التلاميذ كانت عبارة عن 12 جفة مملوءة من الكسر. في شوية حاجات كده في المعجزة وإحنا بنعد عليها هتلاقوا فيها معاني كويسة. المسيح بيقول إن المعجزة دي حصلت بالقرب من عيد الفصح، وده اللي يفسر وجود الآلاف دي تحضر المعجزة. يعني يقول لك متى إن عدد الناس اللي شبعوا من الأكل وكانوا 5000 ما عدا النساء والأطفال. ليه ما عدا النساء والأطفال؟ لأن العدد بتاع النساء والأطفال كان عدد قليل جدا، فما كانش محتاج الكتاب إن هو يذكره. حد تاني لما يجي يفسر المعجزة يقول لك إن لو قلنا إن كل واحد هو ومراته وابنه هنلاقي العدد 15. طبعا لو كان العدد بهذه الطريقة ما كانش الكتاب أغفل هذا العدد. يعني الأفضل إن أنا أقول المسيح أكل 15,000 ولا أقول المسيح أكل 5؟ أكيد العدد الأكبر ليه أفضلية. فما فيش داعي إن احنا نقول إن عدد الناس اللي حاضر كان ما يقرب من 15 أو أي رقم. الكتاب قال إن عدد الحضور 5000 ما عدا النساء والأولاد، لأن عددهم قليل جدا. ليه قلت المعجزة دي حصلت قبل عيد الفصح؟ لأن الشعب ده هو الشعب اليهودي اللي جاي من خارج أورشليم علشان يحضر عيد الفصح. كان قديما عيد الفصح كل واحد يبلغ سن 12 سنة فما فوق
لو هو خارج أورشليم أو خارج المدينة المقدسة أورشليم، يجي يحضر الأعياد اليهودية الثلاثة الكبار في اليهودية. فيبقى عدد الناس اللي موجودين هم عبارة عن شباب ورجال من سن 12 فما فوق، ما يوازي 5000 فرد زي ما قال الكتاب. المسيح كان رجع التلاميذ من الخدمة، والمسيح أخذهم على انفراد في منطقة خالية مقابلة لبيت صيدا. يعني المدينة القريبة للمكان الخلاء اللي المسيح قعد فيه مع التلاميذ كانت مدينة بيت صيدا. فده عبارة عن الجزء الفراغ أو الجبل المقابل أو الأرض الفاضية المقابلة لبيت صيدا. المسيح أخذ التلاميذ على انفراد علشان يبقى في فرصة أنهم يستريحوا، في فرصة أن المسيح يتكلم معاهم عن اللي عملوه في الخدمة. وده يورينا أهمية المتابعة في الخدمة، أهمية أن أنا أتابع ابني، أهمية أن أنا أتابع بنتي، أتابع دروسهم، أتابع خروجاتهم، أتابع أصدقائهم، أتابع وجودهم خارج البيت. فلما رجع التلاميذ للمسيح حدثوه بما فعلوا، فأخذهم على انفراد إلى مدينة تسمى بيت صيدا، إلى موضع الخلاء، الجبل المقابل أو الصحراء المقابلة لبيت صيدا، وبدأ المسيح يتابع مع التلاميذ. لكن الجموع المحبة للمسيح، الجموع التي أعجبت بتعاليم المسيح، والمسيح كان قد تعامل معهم بحنو وعمل معهم معجزات، بدأوا يبحثوا عن المسيح وعرفوا المكان اللي موجود فيه المسيح. فيقول لك فرفع يسوع عينيه فأبصر إذا جمع كثير مقبل إليه. الناس دول ذهبوا للمسيح. طب موقف المسيح إيه؟ يقول لك قبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله. خد بالك قبل ما نوصل للأكل، ربنا هدفه الملكوت، فالمسيح قابلهم وبدأ يكلمهم عن ملكوت الله. وبعد كده المسيح اللي محتاجين إلى الشفاء شفاهم. خد بالك من كلمة المحتاجين إلى الشفاء دي. ممكن واحد يكون مريض وربنا يبقى شايف إن هو مش محتاج للشفاء من المرض الجسدي، لأنه هيكون سبب في خلاص نفسه، سبب في إن هو يقدم توب. فالكتاب ما قالكش كل المرضى شفاهم، قال لك المحتاجون حسب وجهة نظر المسيح، حسب مشيئة المسيح الصالحة للشفاء، المسيح شفاه. والمسيح أخذ وقت طويل مع الشعب في التعليم، ما كانش الوعظ زي دلوقتي ربع ساعة تلت ساعة. المسيح كان ممكن يعلم بالساعات الطويلة الجموع. فبدأ النهار يميل، يعني بدينا نقترب من الغروب. التلاميذ بصوا للمسيح وقال له إيه؟ قالوا له يا معلم اصرف الناس دي علشان يروحوا القرى اللي حوالينا ياكلوا ولقوا مكان يبات. الناس دي هتبات فين؟ الناس دي معانا بقالها فترة كبيرة من الزمن، هتاكل ايه؟ ما عندناش حاجة. اصرفهم علشان يروحوا المدن القريبة مننا او المحيطة بينا علشان يأكلوا ويبيتوا هناك. المسيح فجأة التلاميذ قال لهم ايه؟ اعطوهم انتم ليأكلوا. طب احنا هنجيب لهم منين اكل؟ هو احنا عندنا امكانية نأكل 5000؟ ده لو قلنا ان عندنا فلوس مش هنلاقي حد عنده اكل كميات كبيرة تكفي الناس دي. لكن المسيح عايز يقول ايه؟ احنا ككنيسة عندنا مسؤولية تجاه الشعب، ان احنا نأكل الشعب. ربما تكون الامكانيات اللي معانا امكانيات قليلة، بس ربنا يقول لنا ايه؟ هي صحيح امكانيات قليلة بس عليكم مسؤولية انكم تأكلوا الشعب. تقول لي ربنا طب نحل المعادلة ازاي؟ يقول لك ربنا ب4 حاجات. قدم الامكانيات القليلة اللي عندك تتحط في ايدين المسيح، المسيح يباركها، المسيح يكسرها، المسيح يعطي للجموع علشان تأكل. خدوا بالكم من 4 أفعال. المسيح أخذ ال5 خبزات، أخذ، المسيح بارك، المسيح كسر الخبز، المسيح أعطى للجموع. نفس ال4 ألفاظ دول هتلاقيهم موجودين في القداس. يقول لك أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس، الطبويتين المحيتين. يبقى قلنا عندنا كم فعل؟ 4. المسيح أخذ القليل اللي موجود مع التلاميذ، المسيح
بارك، المسيح كسر، المسيح أعطى. بعد ما نقول المسيح أخذ خبزا على يديه الطاهرتين، نقول إن المسيح بارك، شكر وبارك وقدس وأعطى للتلاميذ عشان يأكلوا الجموع. يبقى خد بالك فكرة إن الإمكانيات اللي عندنا قليلة، بس إحنا مطالبين بإعالة الشعب. ربنا بيقول للكنيسة مسؤوليتكم إعالة الفقير والمحتاج. لو كانت الإمكانيات قليلة ما تبصش بالمنطق البشري. يعني زمان أليشع جات له واحدة من زوجات الأنبياء تقول له إن جوزي كان متسلف مبلغ من شخص وإحنا مش قادرين ندفع، فالراجل عايز ياخد أولادي الاتنين عبيد نظير المبلغ ده. فقال لها أليشع طب عندك إيه اللي عندك موجود في البيت؟ قالت له ما فيش حاجة، كل اللي عندي شوية زيت قليلين. قال لها أليشع إيه؟ طب اذهبي أنت وأولادك اجمعي أوعية من الجيران، اكسري ولا تقللي. يعني على قد ما تملك إيدك إنك تجيبي أوعية، هاتي أوعية أنت وأولادك. بدأت تمسك الجزء القليل أو الحباية القليلة من الزيت وبدأت تدلقهم في أول وعاء. لقيت إن الوعاء بيتملي والزيت القليل اللي في الإزازة بتاعتها مش بينقص. فضلت تملى هذه المرأة لحد ما امتلأت كل الأوعية. أول ما امتلأت كل الأوعية وقف الزيت من هذه الإزازة. عايزين نقول إيه؟ في حاجات ما تجيش بالعقل البشري كده، في حاجات تيجي بعمل ربنا. لازم نتثق إن الله هو الإله المشبع، الإله الحي اللي بإيده كل حاجة. لما ربنا جه يخرج بني إسرائيل قال لهم اطلبوا من المصريين ذهب واطلبوا أكل واطلبوا ثياب. خدوا الثلاث حاجات دول، خدوا منهم فضة أو ذهب، خدوا منهم أكل، خدوا منهم ثياب. طب الرحلة بتاعت بني إسرائيل امتدت قد إيه؟ ما يقرب من 40 سنة. الكتاب يعلق يقول لنا إيه؟ إن الثياب اللي كانت على العبرانيين اللي خرجوا بيها من أرض مصر، الثياب دي ما انتهتش، والأحذية اللي هم لابسينها في أرجلهم لم تتقطع. كيف عال الله بني إسرائيل في البرية 40 سنة بنفس الثياب اللي خرجوا بيها من أرض مصر؟ هذا عمل الله. يبقى خد بالك أن ربنا ممكن يقول أن الدقيق مش هينقص وكوز الزيت مش هيفرق، ولما ربنا يقول كده ربنا قادر أن هو يعمل كده. يبقى خليك فاهم أن مين اللي بيعولنا؟ ربنا هو اللي بيعولنا. ربنا بيعولنا حتى ولو كانت الإمكانيات اللي عندنا إيه؟ إمكانيات قليلة. لازم نثق أن ربنا مش بيتخلى عن شعبه، ربنا مش بيتخلى عن أولاده المحتاجين إلى طعام أو إلى ملبس أو إلى مأكل. صحيح ربنا قال اطلبوا ملكوت الله وبره، بس ربنا مش بيغفل عن احتياجاتنا الجسدية. مش معنى أن ربنا قال لنا اطلبوا ملكوت الله وبره إن مفيش احتياجات جسد، إن الجسد عايز ياكل وعايز يشرب وعايز يلبس وعايز. ربنا قال لنا أيوة خلوا في أولوية للملكوت، بس برضو الجسد ليه احتياجات. فما تجيش لواحد عنده احتياج تكلمه عن الملكوت وما تساعدوش من جهة احتياجه المادي. يبقى خلي فيه عقل في التصرف. احنا بنقول للناس اطلبوا ملكوت الله وبره، بس نقدر نغفل او نتجاهل ان الناس محتاجين ياكلوا ومحتاجين يشربوا ومحتاجين يلبسوا ومحتاجين؟ انت كأم في البيت اولادك محتاجين ده كل الوقت. يبقى لازم ناخد بالنا ان حتى احتياجاتنا الجسدية ربنا واخد باله منها، وربنا مش بيتضايق ان عندنا احتياجات جسدية او ان احنا بنطلبها في الصلاة او ان احنا نقول لربنا ده اولادي محتاجين كذا. بس ربنا يقول لك خليك ايه؟ خليك طالب الملكوت وطالب شخص المسيح، وهذه كلها ايه؟ تزداد لك. المسيح اخذ القرار في داخل ضميره ان هو عايز يأكل الشعب. فالمسيح سأل الناس احنا من اين نبتاع نأكل الناس دي ازاي؟ وبدأوا التلاميذ يتكلموا. في يوحنا يقول لك ايه؟ فيلبس قال له من اين يا معلم نبتاع خبزا عشان الناس دي تاكل؟ اندراوس قال له ايه؟ قال له طب بص في ولد صغير
معاه 5 أرغفة وسمكتين. بس ايه دول برضو للعدد اللي احنا فيه؟ عايز اقول لك المسيح اشرك التلاميذ ايه في مواجهة المشكلة. لما يكون عندنا مشكلة اشرك اولادك، اشرك زوجتك، اشرك اللي حواليك في عرض المشكلة والحل بتاع المشكلة. لكن ما يكونش عندك مشكلة وتبقى قافل على نفسك والمشكلة بتكبر والمشكلة عمال تزيد والنتائج ما تقدرش تسيطر عليه. فالمسيح له كل المجد بيحط قدامنا منهج اهو، بيقول للتلاميذ عايزين نأكل الناس. نأكلهم منين؟ واحد قال له مش هنعرف نجيب لهم حاجة، دول عايزين ب200 دينار عشان بس كل واحد ياخد حاجة قليلة. والتاني قال له في غلام معاه 5 أرغفة وسمكتين. بس فيلبس كتاب يقول لك عن فيلبس ان هو كان عارف المسيح هيعمل ايه، كان متأكد ان المسيح هيأكل الجموع. فالمسيح قال لهم طب هاتوا لي ال5 أرغفة والسمكتين، وانتوا لحد انا ما اصلي على ال5 أرغفة والسمكتين عايزكم ايه؟ نقطة نظام، عايزكم تبقوا منظمين. طب نعمل ايه؟ قال لهم اجلسوا الناس على العشب 150، يعني خلوا في صفوف 100 وخلوا في صفوف 50 او اجلسوهم فرقا. ربنا عايز كل حاجة منظمة، ربنا مش عايز كل حاجة فيها عشوائية او فيها عدم ترتيب. خليك انسان منظم في بيتك، خليك انسان منظم في مواعيدك، منظم في حياتك، منظم في مذاكرتك، منظم في تعاملك مع الأولويات اللي موجودة في حياتك. فالمسيح قال لهم اجلسوهم على العشب 50 أو 100. وبدأ المسيح يصلي وبدأ يعطي المسيح للتلاميذ، والتلاميذ هم اللي يدوا الشعب. يعني المسيح مصدر العطية، الشعب بياخد. مين في النص؟ التلاميذ. التلاميذ يمثلوا ايه؟ يمثلوا الكنيسة. ربنا عايز يقول لنا ان الكنيسة هي الواسطة بين فداء المسيح وبركات الفداء والناس اللي محتاجين لهذا الفداء. طب نديهم قد ايه يا رب؟ قال لك ادوا كل واحد اللي يكفيه. كل واحد اخذ اللي هو عايزه، كل واحد اخذ اللي يشبعه، مش اللي يرميه او اللي يستخدمه استخدام غلط. المسيح قال لك ادوا كل واحد اللي هو عايزه. بس يقول لنا المسيح ايه بعد ما اكلوا وشبعوا؟ اجمعوا الكسر الفاضل. يعني المسيح ما عندوش مشكلة ان هو يقول لنا ناكل ونشرب اللي احنا عايزينه، بس ما يكونش فيه تبذير، ما يكونش فيه اسراف، ما يكونش فيه اهدار للنعمة اللي ربنا مديها لينا. كانوا زمان يقولوا لنا كده في الإكليريكية وانت داخل علشان تاخد الغداء بتاعك او الفطار بتاعك، خد اللي انت عايزه بس ما يزيدش منك حاجة في الطبق بتاعك. يعني انت الطبق في ايدك، خد كل اللي انت عايزه اللي يكفيك، بس اهم حاجة اللي بتاخده في الطبق فيش حاجة تترمي منك، فيش حاجة تقعد بقايا اكل تترمي. خلوا الفكرة دي عندنا في بيوتنا. حبيبي كل اللي انت عايزه بس ما تخليش بقايا اكل، تخليش بقايا اكل عشان في غيرك ايه مش لاقي البقايا دي. فالمسيح قال لهم اجمعوا الكسر الفاضل. طب يا رب يعني ده كسر فاضله؟ يقول لك يا رب مفيش حاجه اسمها كسر فاضله ملهاش قيمه، الكسر دي ممكن تتاكل مره تانية. المسيح ما قالش عن السمك ان هو زاد منه حاجه، عشان السمك لو قعد ممكن يعفن، لكن الكسر او الخبز لو قعدت مش هيجرى لها حاجه. فجمعوا من الاكل 12 قفه. وقلنا في المعجزه الثانيه جمعوا قد ايه؟ من 7 أرغفة جمعوا كم سلة؟ 7. ليه قلت لكم الحكاية دي مقدمة للإفخارستية؟ 5 أرغفة ربما يرمزوا للمعجزة الأولى اللي المسيح عملها مع اليهود. اليهود كان عندهم أسفار موسى 5، كان عندهم الأنبياء وعندهم يوحنا المعمدان. طيب الجسد نفسه اللي المسيح قدمه عشان ياكلوه او الخبز هو رمز الجسد المسيح المسفوك على الصليب. فكأن المسيح لما على مائدة الإفخارستية أخذ الخبز وكسر قال لهم خذوا كل من هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. فالمسيح هو نفسه أشار إن الأكل ده مقدمة إن المسيح هيجي وقت من الأوقات يقدم جسده على الصليب. طب واحد يقول لي طب والسمك؟ كلكم فاكرين المسيح بعد القيامة أكل التلاميذ إيه؟ سمك.
يعني المعجزة دي رمز لموت المسيح وقيامة المسيح. يبقى ده اللي ربنا عايز يقوله. ربنا عايز يقول أول حاجة خد بالك، زي ما قلت للمرأة السامرية من المية العادية للماء الحي، أنا بقول لكم من الأكل العادي لأكل جسد الرب ودمه. تاني حاجة، مهما تكون الإمكانيات اللي معاكوا قليلة، لكن قدم إمكانياتك. ما تقولش ما عنديش إمكانيات لربنا. ربنا مش بيقبل الكسول اللي يقول لربنا ما عنديش حاجة. فاكرين الراجل اللي خد الوزنة وراح طمرها ودفنها؟ المسيح قال له أيها العبد الكسلان والشرير. ليه ربنا وصفه كده؟ مش عايز يبذل جهد، مش عايز يتعب. فما تجيش تقول أنا محتاج وأنت مش بتشتغل. ما تجيش تقول أنا بيتي ظروفه 1 2 3 وأنت مش عايز تشتغل ومش عايز تأدي الدور اللي عليك، حتى وإن كان الدور اللي عليك دور قليل. ثالث حاجة، المسيح قال عايز خطوة نظام. لازم كل حاجة تبقى منظمة، سواء في الكنيسة، سواء في البيت، سواء في الشغل. رابع حاجة، ربنا يقول لك كل اللي انت عايزه بس ما ترميش حاجة. خامس حاجة يقول لك المسيح ايه؟ لازم نجمع الكسر الفاضلة، عشان احنا دلوقتي اكلنا وشبعنا وبعد شوية هنلجأ للكسر دي. يعني هم مش جمعوها علشان يرموها، جمعوها علشان يستخدموها ويأكلوها بعد كده. الله يجعل من هذه الكلمات سبب بركة، ولإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد.